اهلا بكم. هنعمل النهارده مع بعض طاجن مكرونه بالكبده، بس هنعمله بطريقه حلوه قوي، طريقه سهله جدا. وطبعا هنعمله في الفرن، هيطلع بالشكل الحلو ده، طعمه وريحته تجنن. ما تنسوش بقى اللايك وسبسكرايب لقناتي وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد من قناتي. يلا بينا بقى نشوف الحاجات الحلوه دي اتعملت ازاي. اول حاجه انا حطيت مكرونه، كيسين مكرونه، كل كيس 400 جرام، حطيتها تتسلق كده. دي اول حاجه انا عملتها. تاني حاجه هحط كده معلقتين زيت كده، وبعدين معايا كيلو كبده بقري. حتى الكبده ما بتتغسلش خالص، يدوبك نعصر عليها ليمونه بس مش اكتر عشان تنزل ميتها. تمام. انا طبعا حطيتها في الصفايه بعد ما قطعتها، نزلت ميتها كده. انا مقطعه الكبده مكعبات صغيره، هوطي عليها النار كده عشان ما تتلدعش مننا. هفضل اقلب كده شويه حلوين. طبعا الكبده انا مقطعاها مكعبات كده، ده كيلو كبده مقطعاه مكعبات بالشكل ده. تمام. اقلبها كويس لحد ما لونها خالص يتغير، يعني مش هتاخد مني 3 دقايق كده. تمام. طبعا الكبده ما بتتغسلش خالص، بتيجي من عند الجزار ما بتتغسلش. لو انتم يعني قلقانين ولا حاجه من موضوع الذبيح وكده، ممكن نعصر عليها ليمونه لحد ما تنزل ميتها، تبقى حلوه قوي برضو. انا بعمل طريقتي كده في المكرونه بالكبده، وبعمل الكبده بالطريقه دي برضو. طبعا احنا لو غسلنا الكبده هتبقى ريحتها زفره جدا واحنا بنعملها بنطبخها، فطبعا احنا مش حابين ده. هحط معلقه ثوم مفروم. تمام. وبعدين هنزل بصله واحده متقطعه مكعبات كده، وبعدين بالفلفل 2 فلفل اخضر، واحده بصله و2 فلفل اخضر، و2 طماطم، 2 طماطم كده متقطعه مكعبات برضو بالشكل ده. هقلب بقى كل الكلام الحلو ده مع بعضه كده. ريحتها جميله. طبعا كل ده ما كملتش معايا 4 دقايق، يعني هي كده دلوقتي بقى لها 4 دقايق معايا. اقلبها كويس. هنزل بالبهارات، معلقه ملح، معلقه شطه، ممكن تحطوا في الوصفه دي فلفل حامي، بس انا هستكفي بنص معلقه صغيره شطه، معلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه صغيره كزبره ناشفه. هقلب بقى الحاجات الحلوه كده مع بعض. تمام. هقلب كده الكبده مع الحاجات الجميله دي. ريحتها تحفه بجد، ريحتها تحفه جدا. طبعا انا معليه النار، هي كده دلوقتي بقى لها 6 دقايق معايا. اوكي. هسيبها كمان 3-4 دقايق كده وهشيلها من على النار.
هشيل الكبده بقى كده من على النار. تمام، بقالها دلوقتي 7 دقايق. معايا كده مكعب سمنه، هحطه كده في الصينيه بالشكل ده. تمام، وبعدين هنزل بالكبده، انزل بالكبده كده. بسم الله. طبعا شايفين الكبده ما شاء الله كلها في الصينيه، مليانه جدا. شايفين؟ هسيب بقى الكبده على جنب، وهجيب نفس الطاسه مش هغسلها ولا حاجه. هحط كده معلقتين زيت، وبعدين هحط بصلايه، بصله واحده كده مكعبات. طبعا انا بشوح كده البصله، هديها لون كده خفيف. هنزل بالثوم، ده معلقه ثوم هنزل بها كده. ده كيلو طماطم متصفي، معصور ومتصفي. هقلبه كويس. طبعا انا عصراه في الخلاط، وكمان مصفياه من القشر بتاعه. تمام، هحط له بقى البهارات بتاعته. هحط بقى معلقه ملح، معلقه فلفل صغيره، معلقه صغيره كزبره ناشفه، نص معلقه صغيره كمون، نص معلقه صغيره بصل بودر، ونص معلقه صغيره توم بودر، معلقه كبيره بابريكا. هحط كده معلقتين كبار صلصه، ومعايا مكعب مرق. هسيب الحاجات دي تقلب كده مع بعض، والطماطم تتسبك كده تقلبتين 3. طبعا انا مسويه المكرونه نص تسويه، والطماطم ما شاء الله اتسبكت معانا. هنزل بقى كده 800 جرام مكرونه، يعني كيسين مكرونه. طبعا انا حطيت المكرونه كلها كده. طبعا انا مسويه المكرونه نص تسويه، والكبده مستويه، وكل حاجه تمام. انا هحطها في الفرن تلت ساعه بالظبط، تاخد لها لون بس كده، وهشيلها. تمام، هسيب بس المكرونه كده دقيقه كده ولا دقيقتين مع الصلصه، وبعدين هحطها على الكبده. تمام كده، انا سبت المكرونه كده مع الصلصه شويه حلوين كده. دي طبعا الكبده. هحط بقى المكرونه كده عليها بالشكل ده، كل المكرونه هحطها بالشكل ده عليها. تمام، انا كده خلصت المكرونه اللي معايا. هجيب ورق فويل، لو حابين تكملوا يعني تخلوها شويه على البوتاجاز وبلاش الفرن، تبقى زي الفل او تبقى حلوه جدا. بس انا هكمل الطاجن بتاعي في الفرن، هغطيه بورق فويل وادخله الفرن. معايا كده ورق فويل، هحطه بالشكل ده وهحطه في الفرن. هولع الشوايه اللي تحت 200 درجه الحراره، هتبقى 200. هسيبه كده تلت ساعه، وبعدين هطلعه من الفرن والربع. طبعا زي ما انتم شايفين كده الطاجن بقاله بالظبط ربع ساعه، وطبعا انا مهديه النار عليه، مخليها نار متوسطه. هسيبه بقى كمان 5 دقايق وبعدين هشيله. انا طلعت الطاجن بتاعي دلوقتي من الفرن. بسم الله ما شاء الله. هقلبه كده بقى في الصينيه. تمام، هنقلب كده بقى الصينيه. بسم الله. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله بسم الله.
ايه رأيكم بقى؟ طبعا انا خلصت الطاجن بتاعي، طلع بالشكل الحلو ده. يا ريت بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتي وتفعيل الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم كل جديد من قناتي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.